السلام عليكم، مرحبا بكم في قصة جديدة من القصص ديالنا. كيف العادة ما تنساوش لايك وسبسكرايب وتشاركوها مع صحابكم. شفتو شي كون خاوي ديروا الكيت وطفيو الضو. مشينا. الخوت كيف العادة، وقبل ما تبدا القصة خلي لايك وكومونتير. نزل دابا ما حدك مازال ما سمعتيها. خلي شي كلمة زوينة في حقي وفي حق القناة. المهم كنشكركم بزاف وخليونا نبداو. ملي كطيح في بالك كلمة الجن، شنو اول حاجة كتخايلها؟ واش شي مخلوق زوين ولا شي مخلوق كيخلع؟ واش كتحس بالخوف ولا بالفضول؟ انا من النوع اللي هادشي اصلا ما كيطيحش في بالي، ما معمرش راسي به. عايش على برا، والثقافة ديال الجن والشعوذة عندنا قليلة بزاف، ما كنآمنش اصلا بها. جيت المغرب غير على قبل الوالد اللي كان مريض بزاف، وعيطوا لي عمامي وقالوا لي جي توادع معاه. سميتي محسن، 30 سنة. ملي كملت 24 عام هاجرت للسويد وبقيت تماك، ما عاودتش رجعت. شفت واحد بنت الناس وتزوجت بها، صايبات لي الوراق وقادات لي كلشي. المهم ملي رجعت للمغرب لقيت الوالد عيان ديال بصح، حتى الهضره ما بقاش قادر يهضر. كنت حاس بيه بحال الا غضبان عليا، حيت ما كنتش كنعيط ليه ولا نسول فيه، بحكم كان وقعوا بيناتنا شي مشاكل قبل ما نهاجر. ملي وصلت عمامي بقاو كيشوفوا فيا شي شوفات ناقصين، كيقولوا ها هو جا المسخوط. واحد عمي قال لي علاش جاي دابا؟ على قبل الورث ياك؟ ما ديتهاش فيه. مشيت طليت على الوالد، كانت حالته خايبه وما كتبشرش بالخير. دازت 3 ايام وهو يموت. الصراحه بقى فيا الحال حيت ما قدرتش نهضر معاه، واصلا هو ما كانش كيجاوبني، بحال الا ما كانش في الوعي ديالو. تكلفت بالجنازه د الوالد وما خليتهم يحطوا يديهم في حتى شي حاجه. من بعد ما تفرق داك الشي قلت ما بقى ليا حد هنايا، اللهم نبيع الدار اللي فيها الوالد. عمي قال لي انا نشريها من عندك، وبالفعل بعتها ليه، والثمن كان هابط بزاف. دخلت لبيت الوالد وبديت كنهز دوك الاغراض ديالو، ومن بينهم لقيت واحد الصندوق كانت فيه واحد الورقه كتبان قديمه. اللي قلبتها لقيتها ملك ديال واحد الارض اللي جات خارج المدينه. قلت ما يمكنش، كيفاش الوالد عنده ارض وما قالهاش لينا؟ ما عمرو ما جبدها ولا قال فين جات. حتى هي مات اللي كانت الوالده مازال عايشه كانت كتقول ليه ديما خذ شي بقعه ارضيه ونمشيو نسكنوا فيها، ولكن كان كيتجاهل الهضره ديالها. جا عندي عمي ديك العشيه نيت وانا باقي كنجمع حوايجي، وقال لي خوي لي الدار. قلت ليه خليني فيها على الاقل واحد السيمانه بضمان قاد اموري، حيت باغي نبيع كاع داكشي د الوالد. قال لي انا ماشي شغلي حتى انا باغي نسكن. انا خويت الدار اللي كنت كاري، ما لقيت ما ندير. هزيت غير ديك الورقه اللي لقيت في الصندوق د الوالد والصاك ديالي وخرجت من تماك. شديت الطريق ومشيت لديك البلاصه. وصلت لتماك وبديت كنقلب على ديك الارض، كنسول دوك الفلاحه والناس اللي ساكنين تما، كل واحد وفين كينعت ليا. بقيت دايخ حتى تلاقيت بواحد السيد وهو اللي عطاني النعت الصحيح، حيت كان كيعرف الوالد. قلت لي غير الكنيه ديالو وصلني حتى للارض. ملي وصلت ليها كانت في شي شكل بعيده على الاراضي الاخرين، وكانت مبنيه فيها واحد الخربه طالعه غير بالياجور، ومدور بها واحد السلك. قال لي داك السلك غير باش يعلمها. شكرت داك الراجل وقلت لي الله يرحم الوالدين. ديك الساعه كانت العشيه وما لقيت فين نمشي، وقلت غادي نبات في ديك الخربه. دخلت وكانت الريحه الغمال مجهده. حاولت نقي تماك شويه. داك الراجل اللي جابني قال لي يلا بات معانا. قلت لي لا غير خليني. مشى مسكين جاب لي واحد البونجا وقال لي نعس على هادي، وعطاني حتى الغطا. شكرته ومشى في حاله. قاديت الدار ونقيتها شويه وجلست كنرتاح حتى كنسمع الدقات. اللي حليت لقيته واحد الولد تكون عنده شي 10 سنين هكاك،
قال لي الوالد قال لك اجي تتعشى معانا. قلت اللهم نمشي نتعشى معاه احسن ما نبقى بالجوع. انا مع الاسف كنت ولد لي شويه طبعه صعيب وما كنبغيش نخالط الناس. كاين اللي كيقول عليا متكبر، ولكن هذيك هي شخصيتي. بقيت غادي مع الدري وانا نسولو قلت ليه واش كنتي كتشوف الوالد ملي كان كيجي لهنا؟ قال لي لا، هاد الارض اصلا مهجوره وما كيجيوش ليها الناس بزاف، ما كيجي لها حتى شي واحد. قلت ليه وعلاش زعما؟ قال لي شحال من مره كيدوزو من حداها الناس وكيسمعوا شي اصوات جايه من الداخل. قلت ليه شنو زعما؟ قال لي زعما راها مسكونه. بقيت كنضحك، قال لي غير هاد البرهوش تا هو يطلع عليا. بقيت كنقول ليه شوف بحالك راه خصهم يمشيو للمدرسه ويتعلموا وما يبقاوش يامنوا بهاد الخرافات. المهم بقيت غادي معاه حتى وصلنا للدار، رحبوا بيا وحطوا لي احسن ما كاين. جلسنا كنتعشاو وقلت لذاك الراجل علاش ما كتصيفطش ولدك يقرا؟ قال لي راك عارف الظروف ديال العروبيه كيف دايره، وزيدون ما عنده ما يدير بشي قرايه، اللهم يعاونني في الارض ديال جدودو. قلت لي ولكن راه كيقول شي هضره في شي شكل. قال لي بلي الارض الوالد مسكونه، دارو شاف فيه واحد الشوفات كيخلعوا. انا براسي تخلعت من دوك الشوفات. كلينا داكشي اللي قسم الله. قلت لي انا راه جاي غير باش نبيع الارض، راه الوالد توفى الله يرحمه. قال لي مسكين عليها ما بقاش كيجي. قلت لي علاه كان كيجي؟ قال لي مره قليل بزاف. قال لي المهم الخبر في راسي، الا بان شي واحد باغي يشري الارض غنقولها لك، ولكن واش غتبقى تما ولا شنو؟ قلت لي علاش؟ قال لي غير سولتك. قلت لي راني باغي نبيع كاع الاملاك الوالد ونمشي في حالي في مره، ما بقيتش باغي نرجع لهنا. عطاني واحد البيل باش نضوي، حيت كان الضوء قليل في ديك المنطقه. تميت غادي مضوي بداك البيل حتى وصلت. مع جيت ندخل ضويت جهة الباب كان عندها غير ديال القصدير، والسرجم ما كانش كامل، يعني كان كيبين داكشي اللي لداخل. شفت واحد الراجل واقف جهة السرجم وكيشوف فيا. بديت كنترعد، كنقول هادشي شكون اللي غيدخل للدار؟ تميت داخل بزربه، دخلت كنقلب وما لقيتوش في الدار. هاد الراجل كان في شي شكل، كيبان كبير بزاف في العمر، ما فهمتش كيفاش بان وغبر قدامي، وكان وجهو بحال الا فيه التولال. لابس الصوفيطمه بان ليا غير النص الفوقاني ديالو، حيت كان مدرق بالحيط. استغربت كيفاش راجل داخل لداري وهو كيدور عريان هكاك في هاد البرد. قلت يمكن شي متشرد، شي واحد موالف كيجي لهاد الدار، ولكن فين هو؟ ما كاينش ليه الحس. قلبت الدار قنت وخا هي كانوا فيها غير جوج بيوت وطواليت. شويه وانا كنقلب سمعت الباب تحل، وحيد الباب كان ديال القصدير كان كيتسمع بالجهد. مشيت بزربه كنقلب، خرجت بزربه باش نشوف شنو واقع. ما لقيت والو، ولكن ملي طليت لقيت واحد الحمار عند وجهي جا في وجهه. رجعت بزربه اللور وتخلعت، اش جاب هاد الحمار لهنايا وديال من هو اصلا؟ هزيت واحد العصا وبقيت كندفعو وكنحاول نجري عليه. كيزيد خطوه وكيدور كيشوف فيا، كيعاود يزيد وكيدور عاوتاني يشوف فيا، لدرجه دخل ليا الشك وفكرني في الهضره اللي قال لي داك البرهوش ديال ان الدار مسكونه. وبالفعل اللي شاف داك الحمار واللي تحط في بلاصتي غيعرف بانه ماشي طبيعي. ولكن انا كنت كنحاول نهد راسي، حيت انا بوحدي في داك الخلا وفي ديك الخربه وما عندي فين نمشي في داك الليل. صافي جريت عليه ودخلت وسديت الباب ومشيت باش نتكا. تغطيت مزيان، خديت التليفون وبديت كنتواصل مع المدام، واخا الريزو كان قليل بزاف. المهم قلت غير نتوانس معاها بيد ما يديني النعاس. كتسولني واش غنبقى هنا، قلت لها لا غير نكمل الامور ديال البيع وغنجي. كوني هاني ما غنفوتش السيمانه، غنبيع هاد الارض واخا تكون بالخساره. المهم عندي نتفك ونمشي في حالي. المهم حسيت براسي بديت كنعيا وبدا النعاس كيغلب عليا. قطعت مع مراسي وتكيت وتغطيت مزيان حيت كان البرد. في الليل كنسمع داك الباب ديال القصدير كيتحرك،
كنسمعو كيمشي ويجي. قلت راه يمكن غير البرد. ما تسوقتش ليه وما قدرتش نوض، عجزت بزاف. شويه كنحس بديك البونجه اللي كنت ناعس فوقها كتهبط بيا، بحال الا شي واحد جلس فيها ولا عافط فيها. انا كنت من النوع اللي نعاسي ثقيل، كنحل عيني غير شويه وكنعاود نغمضهم. شويه عيني يتحلوا بوحدهم، ما بقيتش قادر حتى نرمش. وداك المنظر اللي شفت كان ابشع منظر شفتو في حياتي، وما عمرني غنساه. نفس الحمار اللي جريت عليه قبايله كان واقف قدامي، عافط برجلو فوق البونجه اللي انا ناعس فيها. والحاجه اللي زادت خلعاتني وكملات عليا واكدت لي بان هذاك ماشي حيوان عادي، هي انني لقيتو لابس نفس الصوفيطمه اللي كان لابس هذاك الراجل. تصوروا معايا، حمار ولابس ديك الصوفيطمه، هذا ماشي خرجان العقل. واش كون كنتي في بلاصتي كنتي تقدر تبقى في الوعي ديالك؟ واش تقدر تحمل هذا المنظر؟ انا بعدا ما قدرتش، بقيت كنغوت بحر جهدي ولصقت مع الحيط وكنقول انا بالله وبالشرع معاك، شكون انت واش بغيتي عندي؟ كنحس بديك الخربه كتمشي وكتجي بحال الا غادا طيح. ولكن اللي زاد خلعني اكثر واللي ما بغاش يتفهم ليا، انا كنت حاسس بداك الشيء، كنت عايشو، شفتو في الواقع انا متاكد. وما عرفتش شنو طرا ليا، واش نعست ولا غيبت ولا شنو وقع. ولكن ملي فقت لقيت راسي في بلاصتي ولقيت كل شيء عادي، وكان الباب مسدود وكل شيء عادي. واللي غيزيد يكمل عليا هو انني سحب ليا النهار طلع، ولكن ملي قلب التليفون لقيت الساعه باقا هي هذيك، بحال الا يلاه قطعت مع مراتي. صافي تماك عرفت وتاكدت بلي هاد الدار ماشي عاديه، وان الهضره ديال داك الدري كانت صحيحه. وحتى باه عارف شي حاجه ولكن ما بغاش يقول لي. بقيت كلي كنتراعد، ما قادرش حتى نوقف ونهرب من هنايا. واللي زاد كمل عليا هو الصوت اللي سمعت، اللي كان كيقول لي فين غادي. سمعته بواحد الصوت اللي غليظ بزاف، الصوت اللي ما عرفتش المصدر ديالو منين، ولكن حسيت به جاي من الفوق، من السده. في ديك اللحظه خرجت كنجري غادي وما كنشوفش ورايا، بحال شي حمق. واخا كان بعد مازال كنسمع دوك الاصوات اللي جايين من الخربه. مقوت الخلعه كنطيح وكنعاود نوض. ما وقفت حتى وصلت لعند هذاك خونا اللي عرض عليا، وبديت كندق عليه. ما همنيش واش نخلعو ولا نفيقو في هذا الليل. ملي شافني تخلع وقال لي مالك شنو واقع. قلت لي اسمعني يا عمي، هذيك الدار فيها شي حاجه انا ما بقيتش باغي نرجع ليها، انا بغيت نبيعها ونتهنى منها. قال لي نعس الشيطان ولدي الليل هذا راه ما فيها والو. قلت لي واش باغي تسطيني ولا شنو؟ راه كنقول لك شفت شي حوايج غراب في ديك الدار، واش انا غنكذب؟ واش باقي صغير؟ راه معاك بصح ما كنتفلاش. قال لي ها انت عرفتي اش غادير؟ غادي تدخل تبات معايا هاد الليله والغد ليها نلقاو شي حل. وداك الشي اللي كان. دخلت وبت عندو ديك الليله. ولدو بقى كيشوف فيا بحال الا كان باغي يقول لي شي حاجه وما قادرش. خنزرت فيه ومشيت تكيت ونعست غير بزز، حيت داك الشي كاع اللي شفتو في ديك الدار عمرني في حياتي ما شفتو. فقت الغد ليه وجلسنا كنفطرو. قلت ليه الله يرحم لك الوالدين حاول تقلب لي على شي شاري اليوم. قال لي صافي كون هاني، ولكن عندي لك حل اخر. غادي نمشيو لعند الفقيه ديال الجامع ويمشي معاك يقرا لك شي بركه تماك. هذيك الدار شحال هادي ما تسكنات، من شحال هادي وهي خاويه ومهجوره، راه باينه غيكونوا سكنوها الجنون. كون هاني الفقيه غيجري عليهم كاملين. قلت ليه واخا، ولكن الا لقيتي لي الشاري اليوم عمري غنسالك خيرك وبحلاوتك. قال لي صافي كون هاني. مشينا عند الفقيه وبالفعل مشى قرا ليا في ديك الدار، وقال لي بلي كانوا شي ارواح سفليه في هاد الدار ولكن ما بقاوش. بدا كيرش ليا شي حاجه قدام العتبه وقال لي هادي غتمنعهم انهم يقربوا منك. داك البروش ولد الفلاح حتى هو كان معانا، وقال لي واحد الجمله عمرني غنساها. قال لي راه واخا يديروا هادشي كامل راهم ما غيمشيوش، ما غيخليوكش في التيقار. انا في ديك الساعه ما ديتهاش فهضرتو وقلت ليه سكتنا. مشى داك الفقيه ومشاو كاملين. وباش عرفت ان
داك الفلاح عنده دخل في هاد الشي؟ هو انني كنت جالس في الدار، كنت داوي مع مراتي ابل فيديو كنطل المسترجم، وبان ليا داك الراجل كان واقف في الارض ديالو، وقفوا عليه شي ناس بالطوموبيل، كانوا كينعتوا ليه جهة الدار اللي انا فيها. قلت يمكن شي وحدين باغيين يشريو، ولكن شويه بانوا لي طلعوا ومشاو في حالو. قلت للمدام قطعيو ومشيت خرجت عنده. قلت ليه شكون هادوك الناس اللي كانوا معاك؟ قال لي والو، غير كيسولوا على شي ولد عمهم، كيقلبوا عليه حيت تالف ليهم وما عرفوش فين كاين هنايا. قلت ليه ولكن راه كانوا كينعتوا لجهة الدار، وما كاين حتى شي دار ورايا، كاين غير انا. قال لي لا، راه غير سولوني شكون ساكن تماك. هضرتو ما دخلاتش ليا لراسي. رجعت للدار في العشيه، داك الولد ديالو جاب ليا الماكله وقال لي راه وقيلا جا الشاري اللي غياخد من عندك الارض. راني سمعت الوالد كيدوي مع واحد السيد، فرحت بزاف وجبت واحد الصرف كان عندي وعطيته ليه. بقيت كنتسنى زعما داك الراجل باش يجي لعندي، ولكن ما جاش. ملي شفتو ما جاش مشيت لعندو انا وقلت ليه راه ولدك قال لي بلي جا شي شاري للارض، واخا نزرف ولدو وقال لي سير حيد من هنا، ما بغيتيش تحيد منك هاد القاعده. قلت لي فين هو الشاري؟ قال لي راه بصح جا وقال لك غدا غادي يرجع. قلت لي ولكن راه كان خاصو يجي يدوي معايا انا. قال لي صافي، غدا ملي غيجي غنجيبو حتى لعندك، راه اليوم كان مزروب شويه. قال لي ياك ما خايف تبات في الدار، راه الفقيه قرا عليها، ما عندك مناش تخاف دابا، ولكن الا بغيتي تبات معانا مرحبا بك. قلت لي لا لا، من الاحسن نمشي نبات تماك. تحركت في حالي، كان الحال عاوتاني بدا كيظلام. دخلت للدار، التليفون بان ليا كيديشارجا وانا لصقو في الباور بانك، وبقيت مريح كنتسناه يتشارجا باش ندوي عاوتاني مع المدام. جابد واحد الكتاب وكان قرا فيه باش هكا نتلاها شويه. ديك الليله ما طرا والو، بحال الا داكشي اللي دار الفقيه جاب نتيجه. ولكن اللي استغربت ليه هو انني طحت طيحه وحده ونعست، ما حسيت بوالو وما سمعت حتى شي صوت وما تقلبتش نهائيا. قلت يمكن غير من العيا. فقت الغد ليه في الصباح وانا كنتسنى غير داك الراجل يجي عندي خلاص ويهنيني من هاد الارض. جا عندي داك الراجل وجاب معاه واحد اخر وقال لي انا جبت لك الشارع حتى لعندك باش تفاهم انت وياه. بقى هو كيشوف في الارض، قال لي شحال فيها من مترو؟ قلت ليه فيها 200 متر، وهاد الخربه هادي تقدر تحيدها وتقدر تخليها، المهم شوف انت اش تبغي دير بها. بقى كيشوف شويه ويقول لي لا صراحه مرتاحيتش ليها، ما عجباتنيش. قلت لي كيفاش ما عجباتكش؟ شريها من عندي، غنقص ليك الثمن، راك عارف هنايا راه المنطقه ولات ساويه، ولكن غنخليها لك بنص الثمن. انا كون ما كنتش مزروب وباغي نرجع لعند مراتي كون راني بقيت فيها وما نبيعهاش بالخساره. وخا هاد الهضره كامله اللي كنشرح ليه قال لي لا ما بغيتهاش، قال بواحد الطريقه مستفزه لدرجه انني شنقت عليه وقلت ليه واش كتفلى عليا ولا شنو. كنت باغي نبيعها ليه صحه. داك الفلاح بدا كيفاك فينا وقال لي نعل الشيطان ولدي. المهم جر داك الراجل ومشاو في حاله، وبقيت انا كنتغدد بوحدي في ديك الدار. تعصبت ديال بصح، ما عرفت واش نحرقها ولا شنو ندير فيها. صونيت على المدام قالت لي صافي غير خليها واجي في حالك. قلت لها لا، راه عارفاني محتاج للفلوس، باغي ندير داك المشروع اللي قلت لك وخاصني ضروري نبيعها. انا كنت باغي ندير في السويد واحد الصالون ديال الحلاقه بحكم ان هذا هو الدومين ديالي، وحتى مراتي كتخدم في نفس الدومين. داكشي علاش فكرنا نديرو صالون ونديرو فيه الفوق العيالات والتحت الرجال. وخدمنا انا ومراتي بزاف من نهار اللي تلاقينا وحنا كنخدمو باش نقادو هذا المشروع، ولكن كانوا مازال ناقصيننا شي فلوس. كنت ناوي نتسلف من البنك، ولكن بما ان الوالد مات وخلى لي هذا الشيء قلت اللهم نبيعو ونستافد من فلوسه، احسن ليا ما نمشي نتسلف من البنك. قالت لي ها انت المهم ما تفوتش سيمانه تما، رحت انا محتاجه ليك هنايا. قلت لها صافي كوني هاني، اصلا مرتاحيتش لهاد البلاصه. جا عندي داك الفلاح وانا كنت معصب منه، ما عرفتش علاش ما كنتش مرتاح ليه. قال لي ها انت ولدي راك شفتي بعينيك، جبت لك الشارع حتى لعندك وهو اللي ما بغاش. عندي واحد الفكره، رجع لعند مراتك الا كنتي مزروب
وخليني انا نتكلف بهاد الامور ديال البيع. تقدر دير ليا وكاله كاع، اولا لما تقتيش فيا ديرها لواحد من عمامك، ملي غتباع الارض غيوصلوك فلوسك. قلت ليه لا، انا عمامي اصلا ما عنديش معاهم بزاف، وانا جاي لهنايا باش نقضي شغلي ونمشي في حالي، ما ناويش نبقى هنا. حسيت بيه بحال الا باغي يجري عليا من تماك باي طريقه. قال لي انت تعرف، مشى في حاله وهو معصب. ديك الليله كاع ما عيط ليا العشاء، موالف كيعيط ليا وما صيفطش ليا لا ولدو لا والو. خرجت، طلعت في الطوموبيل وقلت غنمشي نتقدى شي حاجه ناكلها في هاد الليل، بلا ما نبقى معول على داك خونا. بقيت غادي سايق، راكم عارفين السوقان كيفاش داير في العروبيه، الارض ما موازناش، غادي وكنتهز بوحدي. بقيت غادي حتى خرجت للشانطي وشديت الطريق باش نقلب على شي سوق ولا شي بلاصه اللي نشري منها شي حاجه. بقيت غادي حتى لقيت واحد الخضار تماك، دخلت باش نتقدى عنده. خلصتو وقال لي انت غريب على البلاصه، ما عمرني ما شفتك. قلت لي انا جيت غير باش نبيع واحد الارض ديال الوالد. قال لي شمن الارض هادي؟ انا كنعرف كاع المنطقه اللي هنا ونقدر كاع ندبر ليك في الشاري. نعت ليه الارض فين جات، بقى كيشوف فيا وقال لي وراه كيقولوا بلي ديك الارض مسكونه، كيفاش حتى ساكن فيها بوحدك؟ قلت ليه لا، ديك غير هضره وكلام، غير الناس ما كيلقاو ما يقولوا كيبقاو يهضروا بزاف. انت المهم الا بالك شي واحد باغي يشري جيبو لعندي. خليت له النمره ديالي وتحركت. رجعت للدار وبديت كنطيب في الماكله. طلبتو باش يسلفني البوطه ديالو وقال لي نكريها ليك. خلصتو فيها حتى هي ورجعت للدار. كان ديك الساعه قريب الحال يطلع. بديت كنوجد في العشاء ديالي. تصوروا معايا، كنشعل البوطه كنرجع كنلقاها طفات. المره الاولى جربت، الثانيه الثالثه ونفس المشكل. دخلتها لداخل، قلت يمكن الهواء هو اللي كيطفيها. عاودت حطيت فوقها الطاجين وشعلتها. بقيت داوي مع مراتي وملاهي معاها، كنهضر مع ابيل فيديو كنقول لها انتي شوفي الطاجين راه كيطيب، مكرهتك شكون كنتي معايا تذوقيه. طرات واحد الحاجه غريبه، تصوروا معايا الطاجين طاح من فوق البوطه. انا تصدمت ومراتي كتقول لي راني شفت شي واحد هو اللي قلب لك الطاجين. كنقول لها واش باغا تسطيني ولا شنو، راه ما معايا حتى شي واحد في الدار. كتقول لي راه كنحلف ليك، وانا عارف مراتي ما كتكذبش وما عندهاش بزاف مع التفليه. قالت لي شي واحد شفتوه هو اللي قلب الطاجين، ولكن ما عرفتش واش مرا ولا راجل. داز بزربه وما خلالي حتى الوقت باش نشوفه. بقيت كنجمع داكشي اللي في الطاجين وهي مازال معايا في ابيل. حتى شويه كنسمع صوتها بدا كيتقطع، وانا نسمع صوت المكالمه تقطعات. قلت يمكن هي قطعات، بغات تخليني في راحتي حتى نسالي. قضيت غير بداكشي اللي الفوق واللي بقى نقي. داكشي اللي بقى جمعته، حيد ديك الروينه كامله وخرجتها على برا لحتى. صونيت للمدام وقلت ليها علاش قطعتي؟ قالت لي راه ماشي انا اللي قطعت، راه انت اللي قطعتي. قلت لها لا، راه كنت داوي معاك. قالت لي كنت شي حاط التليفون وكنشوف في السقف. شويه الكاميرا ولات كحله بحال الا تدرقات بشي حاجه. من بعد ما بقيتش كنسمع صوتك وهو يتقطع راسو. قلت لها راه يمكن غير من الكونيكسيون ولا شي حاجه. قطعت عليها وانا الف سؤال كيدور ليا في راسي. كنت متاكد بلي هادشي اللي كيوقع عنده علاقه داكشي اللي وقع ليا النهار الاول اللي جيت لهنا. تكيت في بلاصتي كنقول يا ربي غير يديني النعاس، غدا نشوف شي حل، ما نعاودش نبات هنايا. داتني عيني وغمضت شويه، يدي كنت طالقه حتى كنحس بشي واحد هزها ليا وخبطها. فقت مخلوع، ومع الدوره اللي غندور بان ليا داك الراجل في وجهي. نفس الراجل، نفس الوجه، نفس اللبس، نفس كل شيء. هو يقول لي واش انت ما غاتمشيش في حالك؟ انا في ديك اللحظه صافي قلبي غيسكت، صافي مبقيتش قادر، متيقش، مصدوم، وكنقول واش انا فايق ولا كنحلم. كيبان قدامي وكيغبر في نفس اللحظه. كنت عرقان بزاف، واخا كانت ديك الساعه وقيت الشتا والبرد. وقفت ومشيت باش نشرب. دزت من حدا الشرجم وانا نلقى واحد المرا دايره الهزار وكدور في ديك الارض اللي قدامي.
خرجت بزربه لعندها وشديتها، تخلعات مني. قلت لها كلاب شنو كديري في الارض ديالي؟ قالت لي على هاد الارض ديالك. قلت لها شنو كديري هنا؟ قالت لي اسمح لي يا سيدي، انا سحب لي مساكن حد هنايا، داكشي علاش جيت. راه واحد الفقيه مشيت لعندو هو اللي نعت لي هاد البلاصه، وقال لي بان السحر اللي دار ليا مدفون هنايا. قلت له اش كتخربقي، من فقيه وش من سحور؟ قالت لي هادشي اللي كاين، والله ما كذبت عليك. هاد البلاصه اللي انت ساكن فيها عامره بالاسحار اللي مدفونين، حيت مهجوره وما ساكن فيها حد. قلت له ولكن ما يمكنش، هادي راه ارض الوالد وكان كيجي يطل. شديت فيها وما بغيتش نطلقها، وهي كترغبني وكتقول لي اطلق مني يا سيدي. قلت لها غديني دابا لعند هاد الفقيه، وبالفعل داتني لعندو وقال لي اسمعني يا ولدي، هذيك الدار اللي انت ساكن فيها راه عامره، ما نقولش لك واحد ولا جوج، كاين بزاف ديال السحر تماك، وهادشي دازت عليه سنين. ديك الدار عندك عامره بالاسحار، وعلى حساب ما سمعت واحد الفلاح معاون مع واحد الفقيه قاطع يدو من يد الرحمن. حاشا واش يكون هذاك فقيه كيسحر للناس وكيعطي لذاك الفلاح هو اللي يدفن ليه، وداك الفلاح ما كيقدرش يمشي للمقابر، كيدفن داك الشي غير تماك. هاديك البلاصه اصلا مهجوره وكتسمى بحال الخلا. تماك عاد ضربات ليا في راسي وفهمت البلان كامل. فهمت علاش داك الفلاح باغي يجري عليا، وفهمت علاش كيجري على الناس اللي كيجيو باغيين يشريو ديك الارض. تفكرت داك الراجل اللي جاب ليا وقال لي بلي غيقرا لك في الدار، يقدر يكون هذاك هو السحار، هذاك هو مولف عائل. قلت لي شوف ليا شي حل الله يرحم لك الوالدين. قال لي داك الشي كتير بزاف اولدي وما نقدرش عليه بوحدي. اي واحد دخل ديك الارض غيتآذى، واي واحد حاول يحيد داك الشي بلا تحصين غادي طرا فيه شي مصيبه. خلي ليا شويه د الوقت، انا غنحاول نتواصل مع الناس اللي كنعرف ونشوف شي حل لهاد الشي، ولكن ما نوعدك بوالو. واللي بغيت نقول لك غير رجع ولدي في حالك لبلادك، حسن ليك. غادي تبقى هنا غير غادي تتآذى، اللهم في الفلوس ولا في الصحه. انا باغي لك غير الخير، عندك حساب ليك باغي شي مصلحه. دار في المرا وقال لي وانتي اش داك لديك الارض؟ انا ما قلتش ليك سيري حفري عليه وجبديه، قلت لك خلي لي شويه د الوقت. قالت لي كنت شوف حالتي يا سي الفقيه، راني كنتعذب انا وبناتي وما بقيتش قادره. داكشي علاش قلت اللهم فيا ولا في بناتي، ومشيت كنقلب عليه بالليل. تماك عرفت باللي ما خاصني نزيد حتى شي دقيقه في ديك الارض، خاصني نخوي. ديك الليله بت مع داك الفقيه، هو كيعاود لي على الغرايب اللي كيطراو في هاد الدوار، والناس اللي كيجيو لعندو هما مراد، الناس اللي تعداو عليهم ناس اخرين ودمروا ليهم حياته. قال لي البشر ولدي خايب بزاف، ما تقدرش توقع منه شنو يقدر يدير، ما تعرف الدقه منين تجيك. الغد لي رجعت لبلادي، ما بقيتش قادر نزيد نهار واحد في ديك البلاصه. رجعت لعند المدام ديالي وكانت فرحانه بيا، تقاتلنا انا وياها حتى كملنا فلوس المشروع، صدقنا تسلفنا من البنك. ولكن ما داز العام حتى رجعنا كاع الكريدي اللي كان علينا، وليت عايش بخير وفرحان معاها. نسيت نهائيا ديك الارض ونسيت داك الشي اللي وقع. حتى لواحد النهار صونات عليا واحد النمره من المغرب، كيحسب لي غير شي واحد في عمامي. بلي جاوبت لقيتو داك الفقيه وقال لي بلي صافي يا ولدي الامور تحلات، وديك الارض تنقات وما بقى فيها والو. قلت ليه واخا نشكرك حتى نعيا ما نقدرش نوفي لك هادشي اللي درتي معايا. قال لي المهم راه جاك الشاري، واحد خويا ساكن في المدينه وباغي شي ارض حدايا، ونعت ليه الارض ديالك. وبالفعل تباعت الارض وعطيت لداك الفقيه حقه. ما بغاش يشدهم من عندي، ولكن قلت ليه كون ما كنتيش انت ما كانتش غتباع اصلا. من تماك ما عاود جيت المغرب ولا حطيت رجلي تما، وكانت هذه هي قصتي. الخوت كنشكركم حيت عطيتونا من وقتكم وسمعتوا القصه ديال اليوم، واللي عنده شي قصه بحال هذه يقدر يصيفط ليا في انستغرام. كنشكركم بزاف على حسن الاستماع، نتلاقاو في القصه الجايه والسلام عليكم.